السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة من وصفاتنا. اليوم رح نعمل مع بعض زبدية الفراخ. معي من المكونات نص كيلو من الدجاج المقطع لمكعبات، وممكن نستخدم الصدر أو الفخذ. 3 حبات بصل حجم كبير مقطع لمكعبات، 3 حبات من الطماطم المقطع لمكعبات، وعندي كمان دقة الفلفل مع الثوم. أنا هنا استخدمت حبة فلفل حامي مع 3 أسنان من الثوم. راح احتاج لبعض البهارات اللي راح نضيفها اثناء الطبخ. في طاسة على النار ضفت معلقتين من الزيت النباتي، وراح اضيف عليهم البصل المقطع، وراح اقلب البصل تقريبا 3 دقايق. احنا بس بدنا البصل يتدبل وما بدنا اياه ياخد لون. واول ما بلش البصل يتدبل معنا بهذا الشكل راح نضيف الطماطم المقطعة ونقلب مع بعض دقيقتين. وبعدين نضيف عليهم قطع الدجاج اللي معانا. ضفت الدجاج وراح اضيف عليهم الدقة اللي جهزناها، وبنقلب المكونات مع بعض منيح، وبنغطي الطنجرة وبنتركها على نار اقل من متوسطة. بعد 12 دقيقة تقريبا فتحنا عليها الطنجرة، بنلاقيها بهذا الشكل. طبعا احنا ما ضفنا اي مية، واكتفينا بالمية يلي بتنزل من حبات البصل والطماطم. هلا لسه محتاجة بعض الوقت حتى تستوي معنا قطع الفراخ. وبعد كمان 5 دقايق بلشت قطع الدجاج تستوي معانا. ضفت معلقتين من معجون الطماطم، وراح اضيف البهارات. معلقة من الملح تقريبا، الملح دائما حسب الرغبة. رشة من الفلفل الاسود المطحون، معلقة صغيرة من الهيل المطحون، معلقة من بهار الطبخ، وضفت كمان معلقة صغيرة من الشطة المطحونة، وطبعا فيكم تستغنوا عنها. راح نقلب كل المكونات مع بعض بشكل جيد، واتركها على نار هادية على النار لحتى تتسبك معنا الصلصة. هيك الفراخ صارت معي مستوية والصلصة تعقدت بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. انا راح ارفع الغطا بس 3 دقايق لحتى تتسبك معي الصلصة بشكل اكتر، لانه مثل ما كلنا عارفين انه الزبادي خاصة ما بتحتاج مية كتير، وضروري انها تكون معنا جافة نوعا ما. ولكن اذا ما حابين تقدموها في الزبادي فيكم تقدموها بهذا الشكل، هي هيك جاهزة طبعا، ولازم نكون متأكدين انه الفراخ مستوية معنا بشكل كامل. انا راح اتركها 3 دقايق لحتى تتسبك اكتر، واطفي عليها النار ونحطها بالزبادي. هلا الزبادي اصبحت معي جاهزة. الكمية يلي عملناها عملت معي زبدية حجم كبير بالاضافة لزبدية تانية حجم صغير. انا بفضل في مثل هيك وصفات نستخدم الزبادي المسطحة، بتساعدني على التحمير بشكل افضل من العميقة. هلا راح ادخلها الفرن لحتى تتحمر وتاخد معي لون، وبعد هيك نزينها بالمكسرات المتوفرة اي نوع. في حركة تانية ممكن نعملها، انه ممكن نضيف على الوش موزاريلا مبشورة، راح تدينا طعم وشكل ونكهة كتير رائعة. بنصحكم تجربوها. وهيك بتكون وصفتنا لليوم أصبحت جاهزة بعد ما دخلناها الفرن وأخذت هذا اللون. الزبدية التانية رح نحفظها بالثلاجة ونحمرها لتاني يوم وقت الغداء. بتمنى تكون وصفتنا نالت إعجابكم. ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا لكم ويعطيكم العافية.